لو عايزين نعمل فيلم ومعانا سكريبت حلو لازم نحط في الاعتبار أهمية الدور النسائي. مسلمات دي دور النسائي متميز عن دور الراجل في السينما، بس في كتير عملوا الدور النسائي بس قليل منهم اللي قدر يلمع ويبقى ليه تأثير ويكون له جملة بتعلق معاك، وخصوصا لما تطلع من دور نسائي. وشايف ان نادية الجندي مثلا كانت متألقة وعندها الحتة دي قوي. في فيلم مهمة في تل أبيب في جملة كانت مشهورة بيها قوي: ابونا بولس. ايوه يا بنتي. خالتي بتسلم عليك. والأشهر منها هو انا بالروايه ومحدش قدر عليا في فيلم المذبح، وكانت بتكررها كتير، وهي كان عندها دايما كونسبت تكرار الكلام اللي لازم يحصل في اي عمل هي بتعمله عشان تعلق معاك الجمله بتاعتها وبتفتكرها. نادية الجندي كانت اول بطوله نسائيه مناضله بعد رأفت الهجان، كانت ساعتها حاجه غريبه. بس قبل الفيلم ده ب 12 سنه كانت نادية الجندي في بطوله مطلقه ليها في فيلم البطنيه. مع مين بقى؟ كانت مع فريد شوقي ومحمود ياسين واحمد زكي وفاروق الفيشاوي وعماد حمدي والمنتج المخضرم جدا محمد مختار، نخبه من كبار الفن والناس المطرقعه وقتها. فيلم البطنية ينزل يحقق ايرادات غير متوقعة، ونفس المنتج بعد 12 سنة خلاها في بطولة مطلقة المرة دي قوي ويطلعها لنا بطلة مناضلة، حاجة كده عكس ما احنا شايفينها في البطنية اصلا. هيطلع منها ازاي انها تعمل دور سياسي؟ بس نفعت وجت والفيلم يكسر الدنيا اكتر من البطنيه. قبلها ب5 سنين شفنا مسلسل رأفت الهجان، شخصيه حقيقيه ضد الكيان الصهيوني. مفيش مانع لما نبين للناس ان برضه في ست تقدر تعمل كده عادي، يعني الراجل مش احسن من الستات في حاجه. بس بعد الفتره دي كان في مجموعه كده من المنظمات بتحاول تثبت حقوق المراه وانها قادره على التحدي والمواجهه. هل نادية الجندي لها علاقة بالموضوع اصلا وان هي اللي حركتهم وانهم يثبتوا الدور النسائي في المجتمع؟ يعني مثلا في مؤسسة اسمها المرأة الجديدة، والمؤسسة دي اتعملت بعد الفيلم ب3 سنين اللي هو سنة 95، وفضل المجتمع لغاية يومنا هذا في اثبات حقوق المرأة وانها تقدر تعمل كل حاجة زي الراجل عادي. بس نادية الجندي تألقت الصراحة وعملت ادوار حلوة ومعلقة معانا عادي. بس الفترة دي تعدي ومش كل اللي موجود حاليا عصر ده، بس في ادوار تانية قليله قدرت تخطف الاضواء منها وتعيش معانا ونفتكر لها كل كلمه، زي اكتر دور نسائي عايش جوانا وهو شخصيه جواهر اللي مفيش حد يقدر يختلف عن حبه للشخصيه دي. بس كفايه يا استاذ سيد. حاجه كده اورجانيك معموله باحتراف يا استاذ سيد انت عشان مش هتبقى كحه وبس ومن غير حزق. الشخصيه مش مبنيه بعشوائيه، لا معمول لها قصه عشان تتشد ليها. انا واكله كرومب وممكن ابهدلك جنبي. جواهر الزوجه المثاليه هي ست زي اي ست عادي، مش سوبر كلاس. هي ست متقدمه في العمر، تقيله في الوزن، لسانها طويل، ودايما بتنكش جوزها، بتلبس لبس تقليدي وعادي جدا وبتتحكم في ابنها. زوجه مثاليه بصحيح، وعلى الرغم انها كانت بتنكش جوزها وهو على سرير الموت مش هياخدني موت بغيظك، انا حلوه اهو. بس كانت بتذكر صفات الحلوه في العزا. ما كانش بيحوش عني الحياه. عاوز فلوس يا عاشو خد لغايه ما ربنا خده. وما استحملتش عليه كلمه لما قالت عليه ده بخيل وقامت تضربها على طول. هو بخيل فعلا، هي الست ما كدبتش، بس جواهر عشان زوجة مخلصه ما تتحملش نص كلمه على جوزها. وعلى فكره هي مش خانه لما كانت بتجاري الاستاذ سيد، هي اعتذرت من جوزها ووقفت قدام صورته عشان هي عارفه ان ابنها مش هيعرف يعمل حاجه ويضيع كل اللي هو عمله، فهتجاري الاستاذ سيد عشان تعمل خطه لاجل تلحق ابنها. العلاقه اللي هتكونها جواهر مع استاذ سيد علاقه مش حقيقيه خالص. وفي وسط كل ده هي كانت بتخاف على ابنها برضه، على الرغم انها كانت دايما تشتمه وبتلومه على فشله بعد موت الناظر، الراجل اللي كان حازم دايما وقافل على ابنه. فبتقول لجواهر لابنها: اخرج شوف الدنيا، اللي حبسك خلاص مات. عشان يضطر بعد كده يلجأ للليمبي، الشخص الفاشل اللي كان معاه في الفصل، المتمرد دايما اللي بيعمل كل حاجه هو نفسه يعملها بس مش عارف يعملها عشان ابوه كان قافل عليه. جواهر هي مثال للست المثاليه بجد، ام بكل معنى الكلمه. خطفت الاستاذ سيد لما كان هو عايز يدمر ابنها وحدها وبيقول لها: ارحميني. فترد عليه: وانت ما رحمتش ابني ليه؟ وانت ما رحمتش ابني ليه؟ نسوان هجوم. وغير انها كانت ام مثاليه من اللي بجد، كانت قويه وما بتستسلمش بسهوله حتى لو هي محتاجه. لما راحت عشان تخطب فوفا اللي احنا كلنا كان نفسنا نعرف شكلها ايه اصلا بس ما عرفناش، عشان يساعدهم ابوها اللي هو وكيل الوزاره، وكل ده عشان ابنها اصلا. وتعرف هناك ان فوفا عندها امراض كتير فتمشي، ما ترضاش ترمي ابنها، هي اصلا بتعمل كل ده عشانه. فتتحرق المدرسه والمسيره، اهم حاجه راحته، وتتحرق كمان فوق اكتر ما هنحرمه. وحتى لما قدمت دور الست الملعب بتطلب من الجرسون بيره سخنه. عملت دور الملعب حلو برضه، انت تصدقها عشان هي حقيقيه وزنها تقيل وروحها خفيفه. وشخصيه جواهر ما شفناش دور نسائي بعد كده مؤثر وتعلقنا بيه بالطريقه دي في اخر 30 سنه مثلا. يمكن من الادوار النسائيه اللي بعد دور جواهر كانت شخصيه تباهي في فيلم حمله فريز. لا ده انا كده احبك بقى. مفيش اف واحد مجلي، شخصيه مكتوبه برضه ومتمثله بالمسطره، تفاصيل ياما واتش دي وحكايه. بس اللي احنا بنحب تباهي برضه عشان في السينما المصريه نادرا لما تلاقي الست الملعب اللي شايف العالم من منظور الست الملعب فعلا، غير اللي اتعودنا عليه. يعني الكاتب دايما بيكتب الشخصيه الملعب
بتلعب وبيوريها لنا من منظوره هو، وان هي من جواها شريفه ورافضه المستنقع اللي هي فيه اصلا، وبيبقى في احتمال انها تتوب لما تسمع الاذان، وبتعتبر دي اشاره، ودايما تظهر ان امها بتتبرى منها وابنها بيتداس تحت اي حاجه اي حاجه بقى، والحب في الاخر بيغيرها. تباهي من كتر ما اعتادت الانحلال اتكون عندها تبلد شعوري صادق جدا في الحالات دي، خلاها مش بتشوف العالم غير من حته كده مش باين منها غير الفلوس واشباع الغرائز بس. Come to my room 100 euro only. هي معلش عارفه تميز بين الورد والبصل الاخضر. لقيت بصل اخضر. بصل ايه ده؟ ورد. ورد. هي خلاص ما بقتش شايفه ولا عارفه تفرق بين الرومانسيه والشط، هي ما بقتش عارفه تفرق بين البراءه كمعنى فلسفه حقيقي والبراءه بكفاله من قضيه دعاره. براءة ده انا كفالة، يا ريت كنت براءة يسمع من بقك ربنا لسه. والصراحه الدور ده يتصدق جدا لدرجه انك لو شفت نسرين امين في لقاء والمذيع او المذيعه بيسالها سؤال محرج مثلا ممكن تتوقع ردها. ده انا ليا فيديوهات على النت يا ابني. وده ان دل على شيء فهو يدل ان الدور اللي هي عملته صح وصادق قوي، وان احنا لسه ما شبعناش من شخصيه تباهي اصلا، وان كان من المفترض يدوها دور اكبر او يعملوا فيلم اسمه تباهي يكون الفنانه تمسك لنا الشخصيه من حتت ما نتخيلهاش. وبس كده، لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب ولايك، لكن ما تمشيش كده. يلا صباحكم مساءكم لذيذ.